الجرانولا الصحية هي من أكتر الوصفات المميزة في ستاند اب هيلثي بروجرام. دايما بنقدم الوصفة دي لكل الكلاينتس بتوعنا، وفعلا هي مميزة ومختلفة كتير جدا عن كل اللي بيشتروها من كل المحلات، لأن اللي في المحلات مليانة سكر بشكل كبير جدا مهما كان المكون مكتوب عليه إن هو صحي، ولكن للأسف وسط المكونات الصحية في مكونات كتير ممكن تضيع مجهودك. طريقة عمل الجرانولا الخاصة بستاند اب هيلثي سهلة جدا، هتستخدم فيها كل البذور اللي أنا استخدمتها أو أي نوع تحبه. هتستخدم كوباية من الشوفان الني ومعاهم 5 معالق من كل نوع من البذور دي. انا استخدمت بذور كتان وشيا وسمسم وكمان بذور قطونة، تقدروا تستخدموا اي بذور تحبوها، وحطيتهم على نار هادية لمدة 3 دقايق، قلبتهم مع بعض وبعدين ضفت عليهم معلقة كبيرة من العسل ومعلقة من القرفة هتنقلها في حتة تانية خالص، وهتطفي النار وهتحط عليهم كمية المكسرات الموجودة عندك. اي نوع مكسرات عندك ممكن تضيفها، ممكن كمان تقطع كيوبس صغيرة من الدارك شوكليت وتضيفها ليها وتستخدمها في البودنج زي ما انا بستخدمها دايما، او كمان ممكن تفردها في صينية وتضيف عليها معلقة كبيرة من زبدة اللوز او فول السوداني وتدخلها الفرن، وهيطلع عندك احلى اوت بار. وبكده هيكون عندك سناك سهل وسريع عشان ما تعكش، هتقدر تستخدمه في اي وقت انت جعان فيه. خليك دايما مستعد وما تستناش لما تتزنق وتفكر هتاكل ايه، الوصفة دي هتخليك تدمنها، خلي بالك ما تكترش منها.